حقيقة وفاة الفنانة السورية صباح الجزائري نجمة باب الحارة منذ قليل. إنا لله وإنا إليه راجعون. تعالوا مع حضراتكم نشوف تفاصيل الخبر، بس في الأول كده هنصلي على رسولنا الكريم عليه أفضل الصلاة والسلام. وكمان ما تنسوش لايك على الفيديو، اشتركوا وفعلوا الجرس من كلمة الكل عشان خاطر يوصل لكم الجديد والترند. يسعى المئات لمعرفة حقيقة خبر وفاة الفنانة صباح الجزائري أم عصام في مسلسل باب الحارة بعد أن انتشر الخبر كالنار في الهشيم. تصدرت عبارة وفاة صباح الجزائري الفنانة السورية محركات البحث ومنصات التواصل الاجتماعي وسط حالة من القلق والترقب بين محبي سندريلا الشاشة السورية. فما هي حقيقة هذه الأنباء المنتشرة؟ إلى الآن لم يصدر أي تصريح رسمي من أسرة الفنانة صباح الجزائري حول وفاتها، وإن خبر الوفاة لازال مجرد شائعات عارية تماما من الصحة. الفنانة القديرة تتمتع بصحة جيدة وتواصل حياتها ومسيرتها الفنية بشكل طبيعي جدا، وسبب تسميتها بهذا الاسم فهي ممثلة سورية شهيرة ولدت في دمشق واسمها فنانة صباح الجزائري يعود إلى نسبها لعائلتها الجزائري في سوريا، وهي شقيقة الفنانة القديرة سامية الجزائري، ولا يشير اسمها إلى أي جنسية جزائرية بل هو لقب عائلي مش أكتر، وهو لقب عائلي سوري. قد بدأت مسيرتها الفنية في السبعينات واشتهرت بلقب سندريلا الشاشة السورية. حد كده بيكون وصلنا لنهاية الخبر وتأكيد الخبر أن الفنانة تتمتع بصحة جيدة، نسأل الله لها الدوام والعافية والسلامة، اللهم آمين يا رب. وهي ما زالت على قيد الحياة وهو مجرد إشاعة مش أكتر. انتهى الفيديو مع حضراتكم ومع السلامة.